أمريكا. طالما أن أمريكا أول من تحدث عن هذا الموضوع، لكننا نعود إلى ترامب. ماذا تعني عودة ترامب لرئاسة أمريكا؟ عودته بمصلحة المغرب. مطالب من رؤساء دول بدعم عودة ترامب لقيادة البيت الأبيض لإنهاء الحرب بأوكرانيا وغزة. يعيش العالم على وقع توترات عديدة، سواء بين روسيا وأوكرانيا، سواء بين فلسطين وإسرائيل. وخرج الكثير من المحللين السياسيين العالميين إلى غياب إدارة قوية تأتي من أمريكا لحل هذه النزاعات، وقارنوا بايدن بترامب. وحسب تقارير أمريكية، إدارة بايدن لا تتمتع بالكثير من القوة على المستوى العالمي بالوقت الراهن، وهو ما يدفع الرئيس الأمريكي السابق ترامب إلى الدخول بقوة بالانتخابات المستقبلية. وترامب كان قد قال أن إدارة أمريكا اليوم هي أضعف إدارة أمريكية، والسبب شخصية بايدن الضعيفة. والآن هناك دعوات ومطالب دولية تدعو إلى دعم ترامب للعودة، مشيرة إلى أن العديد من زعماء العالم يعتقدون أن عودة ترامب كفيلة بينها كل التوترات القائمة حاليا. بوتين رئيس روسيا ذاته يرغب بعودة ترامب. وفيما يخص المغرب، أن عودة ترامب تخدم مصالح الرباط، خاصة أنه الرئيس الأمريكي الذي كان قد أعلن بشكل رسمي بأواخر 2020 عن اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء، وتعهد بفتح قنصلية أمريكية بالداخل لترسيخ هذا الاعتراف قبل أن تجمد إدارة بايدن هذا المشروع إلى أجل غير مسمى. إدارة بايدن لم تلعب أي دور واضح وقوي بدعم خطوة ترامب المتمثلة بدعم مغربية الصحراء، واكتفت بعدم التراجع عن ذلك الموقف فقط، وهو ما يعتبره الكثير من المهتمين بقضية الصحراء أن فترة بايدن الرئاسية هي بمثابة فراغ لا جديد يأتي للرباط. وتأمل التقارير اليوم بأن تنتهي ولايته قريبا لاستئناف الاتفاقيات الأخرى المرتبطة بقرار الاعتراف، خاصة بعودة ترامب إلى الرئاسة. وبقي أن نشير أن إدارة بايدن اليوم تتلقى عدد كبير من الانتقادات. وبما أننا ذكرنا ترامب وأمريكا، دعونا ننتقل إلى ماكرون وفرنسا. لماذا العلاقات المغربية الفرنسية لا تعود إلى جادة الصواب؟ هل هناك مشكل داخل الدبلوماسية الفرنسية؟ على ما يبدو يجب تغيير ماكرون حتى تعود العلاقات لأسباب عدة. أولها، ماكرون يدخل بالأبواب الخاطئة. ماكرون أراد التودد من المغرب عن طريق الرياضة المونديال، ويريد إثارة الفتن بالعلاقات المغربية الإسبانية، أي أن فرنسا لا تريد أن تقتنع أن المغرب اليوم ليس كمغرب الأمس، وعلى رأس فرنسا ماكرون. تارة خرج ليخاطب المغاربة مع العلم أن المغاربة لا يخاطبهم إلا ملكهم، وتارة يريد زرع الفتنة بين المغرب وإسبانيا. فهل بهذه الطريقة تعود العلاقات؟ على ماكرون اتخاذ موقف صريح بمغربية الصحراء. وبعيدا عن هذا التوتر الحاصل بالعلاقات المغربية الفرنسية، دعونا ننتقل إلى موضوع هام جدا: الإمارات والمغرب. بليلة الأمس تكلمنا عن الاتفاقيات الكبيرة التي وقعت بين المغرب والإمارات. ماذا بعد هذا؟ خبير بالعلاقات الدولية هشام معتضد قال أن زيارة جلالة الملك إلى الإمارات تندرج بإطار التطورات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والاستراتيجية التي تشهدها البلدين، خاصة بظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية والأحداث المتسارعة التي تهيمن على الساحة العالمية. أضاف أنه من الناحية الجيوسياسية فمنطقة شمال أفريقيا والساحل والصحراء، بالإضافة إلى الشرق الأوسط كلها، فضاءات تعيش على إيقاع ديناميكية غير مسبوقة. وهذا الوضع له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة على التوجيهات الاستراتيجية للمغرب والإمارات، وبدون شك سيشكل أولى محاور النقاش بين قائدين البلدين. إذن الرباط وأبو ظبي أمام تحديات جديدة تحتم عليهم تقييم مقاربتهم التقليدية من أجل تحيينها ورفعها إلى مستويات أكثر فعالية، من أجل كسب الرهانات المتعلقة بتدبير سياسات التعاون الثنائي بالعديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. الإمارات تراهن على المغرب من أجل ضمان وجود اقتصادي يرقى إلى تطلعاتها بإفريقيا
والمملكة تريد تقوية الشراكات الاستثمارية مع العديد من الشركات الإماراتية، خاصة بمنطقة الأقاليم الجنوبية للمغرب التي ستشهد قفزات اقتصادية وتجارية متنوعة بالسنوات القادمة، مع تنامي اهتمام المغرب بالواجهة الأطلسية. خارطة الطريق بين المغرب والإمارات لا طالما كانت دائما تضبطها محاور تقليدية تستمد مرجعيتها من رؤية الراحلين الملك الحسن الثاني والشيخ زايد بن سلطان، وهذه الزيارة ستكون فرصة أخرى لتقوية هذا التوجه الدبلوماسي وإعطاء دفعة جديدة من أجل بناء الاستمرارية الدبلوماسية بين البلدين اللذين يسعيان إلى خلق جبهة موحدة وإيجابية لحماية مصالحهما وأمنهما القومي. وبقي أن نشير أن محور زيارة الملك إلى الإمارات هو ملف أحداث غزة، وبالفعل الملك ورئيس الإمارات يؤكدان ضرورة التحرك الدولي لوقف الحرب بغزة، حيث أكد جلالة الملك وبن زايد ضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار بقطاع غزة. وشدد جلالة الملك والشيخ محمد بن زايد على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة حسب ما نقلت تقارير إعلام عن وكالة الأنباء الإماراتية. وأشار أيضا إلى أهمية إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين يقوم على أساس حل الدولتين، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار وخلق بيئة مناسبة لتعزيز التعاون لمصلحة تنمية جميع شعوب المنطقة وازدهارها. ومن هنا لا يسعنا أن نقول إلا تحية كبيرة للدبلوماسية المغربية وتحية كبيرة للعلاقات المغربية الإماراتية. ونحن شاهدنا الاستقبال التاريخي، هذا الاستقبال التاريخي الذي فاجأ العالم بسبب ترابط العلاقات، وفاجأ زعماء الدول الموجودين داخل الإمارات. حتى على سبيل المثال الغزواني داخل الإمارات، لكن كانت أغلب مباحثاته مع نائب رئيس دولة الإمارات وتباحثا حول العلاقة. وهذا يعني أن العلاقات المغربية الإماراتية لها وضع خاص. على الرغم من أننا نتحدث عن عيد الوطني للبلاد داخل الإمارات، بن زايد خصص استقبال تاريخي لجلالة الملك واتفاقيات لا تعد ولا تحصى. ومن هنا نقول الأبناء يسيرا على درب الآباء. لكن على الرغم هذا العلاقات الإماراتية الموريتانية أيضا مترابطة. وأكد نائب رئيس دولة الإمارات للغزواني أن العلاقات مترابطة وهناك اتفاقيات مستقبلية، وهذا إن دل على شيء فيدل على صقل الدبلوماسية المغربية وحضورها. فجلالة الملك نجم قمة المناخ 18. نعم، لطالما قلناها المغرب رابح، وعلى موريتانيا أيضا أن تستيقظ وتبتعد عن الجزائر وتضع يدها بيد الرابح. لماذا نقول هذا؟ الجواب طريق الكبرنات كحلة. الجزائر التي تقوم بخرق اليوم اتفاقية لرسم الحدود مع المغرب سوف تدفع هذا الثمن غاليا وتنجر للقضاء. لا زال النظام الجزائري يواصل استفزازاته للمغرب، ضاربا بذلك جميع الأعراف والقوانين الدولية عرض الحائط. ففي خطوة جديدة وغير عقلانية أقدمت الجزائر على الاستغلال الفردي لمنجم غارج بلاد، هذا في الوقت التي تنتظر به الرباط. خطوة حكيمة ورزينة من الجالس على كرسي المرادية لإعادة العلاقات بين البلدين والسير بالطريق الصحيح. لكن عندما يريدون استغلال منجم غارج بيلات بشكل أحادي، هذا الأمر يعتبر خرق صريح للاتفاقيات الدولية، حيث سبق للرباط والجزائر أن وقعتا بتاريخ 15 يوليوز من سنة 1972 اتفاق شراكة وإنشاء شركة مشتركة بين البلدين لاستغلال المنجم، إلا أن التوتر المتزايد بين البلدين حال دون تحقيق ذلك. إذن لا تستطيع الجزائر أن تستغل المنجم بشكل أحادي، ولا سوف يتم جرها للقضاء الدولي والمحاكم الدولية والأمر يصبح كبير. وكما قال الراحل الملك العبقري الحسن الثاني: كبرها تصغر.